يقول تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. اغسلوا أنتم وجوهكم. وجوهكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والواو حرف عطف. أيديكم معطوف على وجوهكم لأن أيضا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة. ثم نذهب إلى وامسحوا برؤوسكم. الباء حرف جر، برؤوسكم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ثم نذهب إلى وأرجلكم. الواو حرف عطف، وأرجلكم عليها فتحة أم كسرة؟ أرجلكم عليها فتحة، إذن هي معطوفة على وجوهكم وليست معطوفة على رؤوسكم. لو إنها معطوفة على رؤوسكم لأصبحت برؤوسكم وأرجلكم، يعني راح تشوف هنا كسرة، ولكن الفتحة هنا تدل على إنها معطوفة على وجوهكم. إذن شملها فاغسلوا، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، استمعتم إلى كلامه، وكلامه لا يمكن أن يقبل بوجه من الوجوه. وهذا الشخص لو تعمق في اللغة العربية، لو كان هذا الشخص متضلع لما وقع في هذا الذي وقع فيه، ولكن هؤلاء كعادتهم يرجعون إلى كهنتهم وعبارة عن نسخ لسق، كوبي بيست. يعني بما أنه بحث المسألة من ناحية اللغة، أيضا سنرد عليه بنفس الطريقة. يقول وامسحوا برؤوسكم. برؤوسكم مجرورة، فبما أنها مجرورة والواو عطف، فلا بد الصحيح تكون وأرجلكم لا وأرجلكم، فإذا هذه معطوفة على وجوهكم، وهذا الكلام لا يمكن أن يقبل. الصحيح الصواب، إخواني ارجعوا إلى اللغة العربية إلى مبحث العطف وتأكدوا من كلامي. العطف أحيانا يكون العطف على اللفظ، وأحيانا يكون العطف على المحل. لو أردنا أن نعرب وامسحوا برؤوسكم، امسح فعل أمر، الواو فاعل، برؤوسكم جار ومجرور، والكم ضمير متصل في محل مضاف إليه، وهذه برؤوسكم كلها في محل مفعول به. يعني لو رفعنا الباء وامسحوا رؤوسكم، امسح فعل، الواو فاعل، رؤوسكم مفعول به، عندما دخلت الباء صارت مجرورة، وإلا محلها النصب، محلها النصب. فعندما نقول وأرجلكم، هنا العطف على المحل لا العطف على اللفظ، فالصحيح وأرجلكم لا وأرجلكم، لأن العطف على المحل. لا أن تأتي وتقول وأرجلكم معطوف على وجوهكم، هذا الكلام لا يستقيم.